المطعم ده جنن اللي ما يتسموش كلهم، والبلد كلها قلبت عليه حرفيا لدرجه ان هم قللوا الريتنج بتاعه على جوجل مابس، وبلوجرز كتير ومطاعم كتير نزلوا له علشان يصلحوا الموقف ده. وطلعنا على المكان، والمكان هو حاتي احمد ندى. رحنا فرعون اللي في التجمع الاول، والمكان ديكوراته خطيره واكله طبعا خطير. والمكان ده بقاله اكتر من 35 سنه بيقدم الاكل الشرقي، ويلا بينا نحرقه. لا، اللفه دي خوفتني. وهنا دخلنا على ورق العنب بالكوارع، وصراحه كانت دايبه قوي، والسوا بتاعها كان جامد قوي. نضيفه قوي، قرشه متحبكه متسبكه حلو. والطاجن العكاوي بالبصل ده لازم تاكله قبل ما يبرد، وكان خطير. الدنيا حلوه قوي. وخش بينا بقى على الرز المعمر. ده سافل. ده ليه ادب؟ ده ليه ادبه مع البصل ده؟ لا 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 لا. وده بدون مبالغه من احلى الرز المعمر اللي اكلته في حياتي. فخاره الموزه التركي بقى حوار تاني خالص، وهي بتبقى موزه متسويه جوه فخاره مع الرز مع البسله والجزر وورق العنب، ودخلت في الموضوع على طول. مرة خلاص والله، مرة خلاص جوه فيه. بعدها دخلنا على حمام وحش الاكل الشرقي، وده براءة الاختراع بتاعتهم. بيبقى حمام ملفوف بمنديل الطرب وعليه قشطه. منديل الطرب يا جماعه جامد قوي. منديل الطرب يا جماعه على الحمام نزوده دسامه مع القشطه، دسامه اكتر كمان بتزود في الدسامه، بتعلى في الدسام. والفحم بقى، كلمني بتاع الفحم ده. طبعا ان ريحه الفحم فيها الشوي باينه حلوه قوي، واللحمه اصلا جوه حلوه دايما. الرز برضو تتبيلته حلوه، بس في اماكن تانية متخصصه حمام الرز بتاعها احسن شويه. خلي بالك ده مش متخصص حمام عن النار، فاهم برضه ايه. بس ده اللعب في الميكس اللي هو عامله. ودي طبليه سيدي بيبقى فيها نيفه ورز بخلط. انا بصراحه اول مره ادوق النيفه بصراحه، تقيله قوي. لا بس حلوه قوي. وما كان بيقدم اكل زي ده طبعا ما ينفعش يفوتنا الملوخيه. دقتها كانت محتاجه سن التوابل، بعد كده ظبطت قوي. كده احلى، مش اجمد ملوخيه بس حته التوم ضربت في بقي دلوقتي. واحد رز بلبن. وشكر خاص للراجل الجميل اللي عمل لنا شو ملوخيه الجامد ده. وحاتي احمد ندى من المحلات اللي لازم تجربوها، الصراحه روعه، وهو فعلا وحش الاكل الشرقي زي ما هو قال.